ماما انا حياتي انتهت خلاص، المدرسه هتبدا الاسبوع الجاي. يا حبيبي حياتي انتهت من زمان، بس ما كنتش عايزه اقولك. ماما ده مش وقت النكت، المدرسه بجد دي بالنسبه لي زي السجن. حبيبي هو انت شايف البيت هنا ايه، ريزورت؟ لا بس انتي بجد مش فاهمه، المدرسه دي بجد ماث وساينس وحاجات كلها بجد مزعجه. وانا برضو على فكره عندي مسؤوليات، وعندي حاجات تدفع، وعندي حاجات تتعمل. تعرف ايه اصعب ماده في الحياه؟ انك ازاي تعرف تصحي ابنك وتطلعه من السرير. ماما بجد انتي مش بتاخديني جد، بتاخدي كلامي كده كانه هزار. يا حبيبي لا انا باخدك جد على فكره. طب تعرف ايه، على فكره انا كمان خايفه، والخوف على فكره دي حاجه طبيعيه. خايفه من ايه؟ خايفه انك تكبر وتسيبني، خايفه ان السنه دي تبقى صعبه عليك، خايفه اني ما كنش ام كفايه. بس تعرف ايه، احنا ممكن نواجه الخوف ده مع بعض. يعني مش هسيبك لوحدك، ولو سبتني عارف هبعت الباسورد بتاع الواي فاي لكل الجيران. ده تهديد على فكرة، مش تهديد ده وعد. يلا بقى بينا نروح نشتري حاجة المدرسة، وانا اشتري كمان حاجة البيت والحياة اللي انا فيها. زي ايه؟ قهوة، شوكولاتة، مخدة مثلا ممكن اطلع غلي فيها. امهات المراهقين احنا في السرفايفل مود، والله العظيم المراهقين اصعب من الاطفال الصغيرين. على الاقل الطفل الصغير لما بيعيط بتبقي عارفة السبب. انا سمعتك خلاص. وانا قصدي مين فيكو عنده مراهق وحاسس ان هو في رياليتي شو او برنامج على السرفايفل تيبس ازاي تعيشي وتتعايشي. احكيلي لو بتعاني مع ابنك او بنتك المراهقين، وهو على الاقل نحس ببعض شويه.